ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده اول حلقة من حلقات المثل المصري واخوه العربي. النهارده المثل المصري بيقول ايه؟ اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. ومع الحكاية هنعرف المثل الشامي بيقول ايه النهارده. السلام عليكم حبايبي، معاكم جدة ملك اللي بتحب تتكلم معاكم. النهارده هنتكلم عن مثل مصري بيقول لما حد بيعيب على الناس وهو مليان عيوب، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. يعني ايه؟ اللي عنده حاجة يخاف عليها او يخاف منها انها تتعرف والناس تعيب عليه ما يعيبش على الناس. وده المثل المصري. اخوه العربي بقى منين النهاردة؟ اخوه العربي من عند اخواتنا الشام، من بلاد الشام. المثل بيقول لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. يعني احنا الاتنين فينا إيه اللي مكفينا، ما نفضحش بعض. ومعانا قصة بسيطة بتوضح المعنى. مرة واحدة كانت ماشية بتعيب على جارتها إنها بتزعق لولادها وصوتها عالي وحاجات كده يعني، وهي أصلا الست دي صوتها طالع بيوصل لحد آخر الشارع وهي بتتكلم كده عادي. فواحدة قالت لها يا ستي اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. واخواننا بالشام بقى بيقولوا ايه؟ لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. والحكمة دي موجودة عندنا وعند غيرنا، لأن الناس الطيبين دايما بيحبوا الستر مش الفضيحة. وكده يا حبايبي قصتنا خلصت. قولولي في التعليقات في بلدكم مثل شبه ده. طيب واستنوني في حلقة جديدة مع مثل جديد من المثل المصري وأخوه العربي. استنوني ودوسوا لايك وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وسلام يا حبايبي.